الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نلتقي معا مع حلقة جديدة من برنامجكم ممارسات خاطئة في رمضان. من الممارسات الخاطئة التي تتعلق بالإفطار، أولا تأخير الإفطار. بعض الناس من باب الاحتياط زعم يؤخر الإفطار إلى أن تتشابك النجوم، لا يقنع بغروب الشمس، وهذا مخالف وهذا تنطع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون الذين يكلفون أنفسهم أمور لم يكلفهم الله بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر الليل من هاهنا إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فينبغي على العبد إذا تأكد من غروب الشمس أن يباشر بالفطر، ويستحب له أن يطبق السنة فيفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، وإن لم يجد حسى حسوات من ماء، لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ويدعو بالمأثور لقوله صلى الله عليه وسلم يدعو كما كان النبي يدعو، قال بعد أن يفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مدعوا عند قوم يدعو لهم، الناس دعوه بعد أن يأكل يدعو لهم، يقول: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، أو يقول: اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني، أو يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. فلنكن حريصين على تطبيق السنن في كل أحوالنا في هذه العبادة العظيمة. أيضا من الممارسات السيئة التي تتعلق بالإفطار وذلك الوقت تضييع صلاة المغرب في المسجد، فيهجر المسجد في صلاة المغرب. عندنا عادة طيبة، وهي الإفطار خارج البيوت، وهذا شيء طيب حتى يجد عابر السبيل من يفطر معهم، لكن يصاحب عادة سيئة وهو هجر المسجد، فتجد الناس يفطرون في أماكنهم ويصلون في أماكنهم، فهذا لا ينبغي. بل يجب علينا أن نعمر بيوت الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. فلا بأس أن نفطر خارج البيوت، لكن إذا حضرت الصلاة لا بد أن نذهب إلى المسجد، فلا نهجر بيوت الله سبحانه وتعالى لا في رمضان ولا في غير رمضان. فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه وأن يوفقنا لكل خير.